السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله جاي أتكلم معاكم في موضوع. بصراحة الموضوع ده مضايقني جدا جدا، وأنا بصراحة ما بلاقيش يعني أحسن من إن أنا أنزل فيديو، بما إني بقى في ناس بتتابعني، وفي ناس يعني حاشرة نفسها في حياتي بتتابعني. فأنا الناس اللي حاشرة نفسها في حياتي وبكلام أصلا غريب وعجيب، فأنا حابة أوصل لها الرسالة دي تمام من خلال الفيديو بتاعي. فنبدأ بسم الله ونصلي على النبي كده على أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا بقى أقول لكم اللي أنا عايزة أقوله. بصوا أنا والله العظيم ثلاثة، يعني أنا مش عايزة أطول خالص في الفيديو ده، وعايزة ألخص الكلام. بس أنا لو عليا أقعد 24 ساعة أتكلم بجد. فالمهم أنا هختصر الكلام كده، وإيه، ويا ريت تفهموني وتسمعوني تمام، وتشاركوني رأيكم كمان يا جماعة، متنسوش. صلوا على النبي يا جماعة. هو أنا لما باجي أصور فيديو يوتيوب بصور في بيتكم؟ لا طبعا. بصور فين حاليا؟ بصور في بيت اهلي. اهلي دول مين؟ اللي هم امي وابويا. ابويا رحمة الله عليه اللي هو متوفي دلوقتي بقاله 3 شهور. تمام. هل مثلا انا لما باجي اصور فيديو يوتيوب بعمل حاجة عيب؟ بعمل حاجة حرام؟ لا، ده انا بصور اكل وشرب. الاكل والشرب اللي انا هطفحه او بعد الشر عليهم اللي اهلي هياكلوا، لان ده محتوايا، ده محتوى قناتي. طبخ، فيديوهات روتين، تنظيفات عشان اشجع الناس، فلوج لو هخرج اجيب حاجه. تمام، هو ده محتوى قناتي. مش محتوى قناتي ان انا اطلع اعيط في اليوتيوب وابكي على اللي راح. مش ده محتوايا خالص. لو انا بقى عايزه ابكي واصوت على اللي راح، هعمل ايه؟ ورا الكاميرا، ورا اليوتيوب خالص، لان ده مش رياء. الحزن يا جماعه مش رياء، اي موقف في حياتي مش رياء. مش هبقى حزينه واطلع اصور. عموما انا ما صورتش فيديو يوتيوب غير لما والدي توفى، وصورت بعد شهرين. انا اصلا يوم الولاده كان يوم 40 ابويا. امي بقى تطلع معايا في فيديوهات، اختي تطلع معايا في فيديوهات، الجن الازرق يطلع معايا في فيديوهات. ده ما يخصش حد خالص، ما يخصني انا ويخص اللي بيطلع، اذا كان اي حد من اهلي، عشان احنا ما بنعملش حاجه غلط. فانتوا تحشروا بقى نفسكم في حياتي ليه؟ اصور، هو ايه العيب؟ ايه العيب ان انا اصور؟ يعني انا عايزه افهم. ولا ايه العيب ان امي عشان جوزها متوفي تطلع معايا في فيديو؟ ايه العيب في كده يعني؟ هو يعني لا سمح الله طالعين بنعمل حاجه عيب ولا شيء بطل؟ لا طبعا. وبعدين انا لو هتكلم على حزني على ابويا مش لازم اوصل لكم، ومش لازم انتوا كل ما تشوفوني او اطلع على الكاميرا ابقى بعيط وبشكي للناس حزني. مش ده الحزن على فكره. ولا انا عشان ربنا زارع جوايا الرضا. انا راضيه يا جماعه في قضاء ربنا. حاجه تخص حد ما تخصش حد، تخصني انا بس. انا وامي وابو انا وامي واخواتي بس، ده اللي يخصهم، لكن ما يخصش حد تاني خالص. واهله بقى، اهل ابويا، لكن ما يخصش حد. حتى لو انا مش حزينه ربنا مش هيحاسبني. ما حدش هيجي يحاسبني يقول لي انت مش حزينه على ابوكي. دي حاجه ما يعني ما انتوا مالكوش دعوه بيها. ما احنا كلنا رايحين. هل انا مثلا ما حزنتش عليه؟ انت دخلتي جوايا، انت تعلمي اللي جوايا. طب ده انا بعمل فيديوهات في اسوأ وقت انا فيه، بس انا بعمل فيديوهات ليه؟ عشان ده محتوية، عشان ده شغل. ده لو مش شغل انا مش هطلع اعمل فيديوهات يا جماعة. الشغل هجيب منه فلوس اهو. هل انا عشان مثلا محتاج الفلوس طالعه بشحت؟ لا والله، انا بعمل حاجة بقدمها للناس، ومش الناس اللي بتديها لي على فكرة، مش الناس اللي هتديني الفلوس. اللي هيديني الفلوس اليوتيوب. انا تعبت 3 سنين عشان اوصل للي انا فيه، اللي انا اصلا لسه ما وصلتلوش. يعني انا قعدت 3 سنين بحارب، وفيديوهاتي اتمسحت وفيديوهاتي اتنيلت اتخربت وكل حاجه عندي اتنيلت، عشان بس انا اوصل لحاجه واحده.
ولا انتوا لو ما تحبطوش الناس وتقرفوهم في حياتهم ما ترتاحوش وما تبقاش ما تبقوش انتوا يعني؟ حرام كده، ده الملك للمالك. احزن ولا اتحرق بجاز وسخ، انتوا مالكم؟ العيب ايه؟ العيب ان انا اصور الاكل على اساس ان انا مش باكل يعني؟ ولا مثلا انا يوم ما ابويا توفى ما اكلتش، اكذب؟ اكذب؟ هو الاكل والشرب دلوقتي بنتحاسب عليه؟ سبحان الله يا رب. ده انا امي حزينه حزن الدنيا والاخره. ده يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه. ده انا امي حزن الدنيا والاخره فيها. ده انا امي الدمعه ما بتنشفش من على عينيها عشان هي حزينه بجد. ومش لازم تعيط قدام حد ومش لازم تبين لحد. لما لما قالوا العده زوجة المتوفي ما تخرجش من بيتها، قال ما تخرجش من بيتها خالص عشان عيب؟ لا طبعا، انتوا اصلا بتتكلموا وخلاص. انتوا فاتي وخلاص يا جماعه. عموما زوجة المتوفي العده بتاعتها ان هي تروح كل مكان مهم ما عدا ان هي تبات بره. دي العده. وبعدين انا ما فيش واحده جوزها متوفي وفي شهور عده هتروح تتفسح ولا تخرج يا عيني. انا بجد مش قادره افهمكم. بجد ده هو الملك للمالك بقى. مش لازم عشان انت بتعملي حاجه انا اعمل شبهها يا ستي. كل واحد ودماغه ومزاجه. كل واحد زي ما هو عايز. هو لازم انا احزن نفس حزنك؟ لازم اعمل زي ما انت بتعملي؟ والله العظيم ثلاثه انا لو قعدت 24 ساعه اعيط معايا هيجيب برضه الناس. وهيقولوا عليا ده انت واحده بومه، ده انت واحده فقريه، ده انت واحده ما تعرفيش ربنا. ده اللي هيتقال. وهيقولوا عليا كمان انا بمثل. هي الناس كده. هي طبيعه الناس كده. ما بيعجبهاش العجب ولا الصيام في رجب. ما بيعجبهاش غير اللي على مزاجها. استغفر الله العظيم يا رب. بجد انتوا بتطلعوني عن شعوري. والله العظيم بجد انا بطلع عن شعوري. عموما يا جماعه انا ما عملتش فيديوهات غير بعد ما ابويا توفى بشهرين. طب ما انا دلوقتي في ظروف وحشه جدا. ما انا ممكن ما اعملش فيديوهات. طب ايه الفرق يعني؟ ايه الفرق؟ ما انا كده كده بعمل اكل. فبعمل اكل بصوره بنزله. هو ده اللي انا بعمله. ليه لازم اصور وانزل؟ لان ده شغل. لان انا لو ما عملتش كده القناه بتاعتي هتقع تاني. هتقع. زي ما انا قعدت شهرين ما اصورش وقعت. وكل ما بقعد زي ما بصورش القناه بتقع. انا واحده غيري كان زمانها دلوقتي عندها ملايين وملايين من المشتركين. انا عندي هدف. انا عايزه حاجه، عايزه اعمل حاجه. دي حاجه تخص حد؟ هل مثلا انا ما بعمل فيديوهات عشان مثلا اخد ربح؟ يعني ما مصر كلها والعالم كله بيربح من اليوتيوب ومن السوشيال ميديا عموما. جت بقى عليا انا وبقت هتبقى وحشه مثلا؟ ده انت لو جبتي هدوم بعتيها هتاخدي فلوس. مش ده حق؟ مش دي حقوق؟ بصوا، يعني والله العظيم بجد مش عارفه اقول لكم ايه. بس انتوا مالكوش دعوه. انتوا مالكوش دعوه. خليكم في حالكم. عندكم حاجه خليها بقكم. ما تقولوهاش. ما تقولوهاش. علقتي مش عاجبك حاجه خليكي استي في حالك. انت مالك؟ مش لازم تقولي. مش لازم تقولي اللي مش عاجبك. لان ده ما يخصكيش. والله ده ما يخصكيش ولا يخص حد. والبيت اللي انا بصور فيه ده بيت اهلي مش بيتك. ولا يخصك. ده بيت اهلي يعني بيتي يعني بيت ابويا. ولما بصور اكل وشرب. ولو امي طلعت معايا في اي فيديو هي ما طلعتش لا سمح الله ترقص. انا بجد مش قادره افهمكم. يا ريت يا جماعه كل واحد يخليه في حاله. انتوا مالكوش دعوه. انا حزنت ولا اتنيلت ولا قعدت بجاز وسخ ده ما يخصش حد. ده ما يخصش حد. بعد اذنكم يا جماعه سيبوني في حالي. كفايه اللي انا فيه. كفايه بص في حياتي بقى. كفايه بجد. كفايه. اتمنوا الخير لغيركم عشان تلاقوه. لان انتوا كده عمركم ما هتلاقوه.